السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم واليوم فقط سمعت أن النادي الأهلي بيدرس فكرة كنت قد قدمتها في فيديو قبل ذلك، وهو أن يشتري نادي من أندية الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الثانية ويفرغ فيه أبناءه من الأجبال ومن اللاعبين الذين يخرجون في الأندية على سبيل الإعارة، أو أن هناك لاعب أفريقي أو عربي أو أيا كانت جنسيته، لاعب مغمور، لاعب كويس يعني شاطر، فالأهلي عنده 5 لعيبة في الفريق فمش قادر يجيبه، فيضطر خلاص يصرف نظر عنه كده. ممكن يجيب اللاعب ده يحطه في النادي اللي هو بنقول عليه، ممكن يسميه نادي، أي نادي، نادي الطلائع، نادي الأهلي 2 أيا كان اسمه، يلعب في الدوري عادي، يلعب ويترقى، ممكن يلعب في الدوري الكبير ده، ويكون مفرخة للأهلي يحمي فيه أبنائه ويربي فيه الأشبال، وتلعب الأشبال مع الكبار بشكل طبيعي، بحيث اللاعب اللي يستوي ويحتاجه النادي الأهلي يجيبه جاهز بدل ما يشتريه. ودي فكرة أنا قدمتها، وحاسس أو بيقولوا إن حاليا الأهلي بيدرس الفكرة دي وبيفكر ينفذها. الفضل لله قبل كل شيء، والعبد لله الفقير إنه طرح هذه الفكرة. ومن الممكن للجماهير أن تعود إلى فيديوهاتي، وستجد الفيديو إن شاء الله لتعرفوا أنني قد سبقتهم بالتفكير في هذا الأمر. والله ولي التوفيق، وعاش الأهلي وعاشت مصر حرة أبية، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم.